نشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك على المجهود الرائع الذي بذلته في صباحه وفي فري سبيس وجميع المجهودات التي قدمتها في سبيل تثقيف المجتمع، ونتمنى لصباحه عودة جديدة مليئة بالحيوية والنشاط، ونحن متلهفين ومتشوقين لصباحه. فأهلا وسهلا بك ببرنامجك الذي هو برنامجنا الأول الصباحي. زين صباحو. صبحكم الله بالخير أحبائي مستمعين برنامجكم الصباحي المفضل اللي غاب عنكم فترة طويلة بسبب ظروف الدوام وبعض المشاغل من هنا ومن هنا، لكن إن شاء الله الأيام الجاية راح نكون أكثر نشاط وطل عليكم بشكل مستمر وما انقطع. كان من المفترض إن هذه الحلقة أنتوا تكونوا ضيوفها بمشاركاتكم، واللي كان المفروض موضوعها عن إنجازاتكم في 2016 وطموحاتكم في السنة الجديدة 2017، ولكن يبدو أن غياب البرنامج عنكم خلى مشاركاتكم قليلة، لذلك قررت أغير الموضوع وأتكلم معاكم بموضوع ثاني. بس قبل ما نبدأ متعودين شنو نقول لكم ايوه يا صباحو. قبل أسبوعين تقريبا أحد متابعيني على السناب تواصل معاي واستأذن مني إنه يشكي لي وضعه. قلت له تفضل وخذ راحتك، كلي آذان صاغية. يقول خوينا إنه يبي طريقة يغير فيها نظرة أهله وأصحابه والناس له. قلت له ما فهمت. قال إن أهله ما يسموه إلا الغبي، وأي مشكلة تصير بالبيت أو خارج البيت ويكون هو طرف فيها يطيح اللوم كله عليه بسبب غباءه وسوء تصرفه حسب كلام أهله. إذا يجلس مع أصحابه ويحاول يبدي راية فراية ما له أي قيمة، يعني هو بالمختصر صفر على الشمال. يقول إن كل ما حاول يحسن هالصورة تصير سالفة ويرد لنقطة الصفر، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وتيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. للأسف إني مو أخصائي اجتماعي أو نفسي أو أسري، ولأني ما حبيت أرده سألته سؤال. قلت له أنت شنو تظن عن نفسك؟ هل تحس إنك غبي فعلا؟ تفاجأت برده يقول لي إيه أحس إني غبي. قلت له الغبي ما يقول عن نفسه غبي، والغبي مو مثلك يدور على حل لمشكلته. الدليل على انك انسان تفهم انك قاعد تسعى انك تتغير وتغير نظرة الناس لك، وهذا دليل ذكائك. شلون وضعك بالدراسة؟ قال لي درجاته فوق ومتفوق، وانه يطمح انه يصير دكتور. قلت لو بتصير دكتور. وصرت اعطيه من هالكلام الايجابي والكلام الطيب. خلصنا محادثتنا من بعد ما شعر انه اخذ له جرعة من الايجابية والتحفيز، وشكرني عليها وتوكل على الله. ناس وايد غير هذا الشخص يشكون من نفس المشكلة، إما أهلهم أو أصحابهم أو مجتمعهم كله مجتمع محبط، مجتمع ينظر إلى الإبداع على إنه شيء مقتصر على ناس معينين.
طيب شنو الحل؟ إذا كانوا أهلي وهم أقرب الناس لي جالسين ينعتوني بالغباء ويتهموني بسوء التقدير ويسخرون من طموحاتي وأحلامي، شنو الحل لما يكونوا أقرب الأصحاب ما يثقون في رأيي وجلوسي معهم مثل أي تحفة موجودة بالصالة؟ شنو الحل لما أحاول أقدم فكرة معينة ويرفضها المجتمع لمجرد إنها مني، وكأن الأفكار ما خلقت إلا لأشخاص تتمتع بمواصفات معينة، وأنا محرم علي طرح أي فكرة ممكن إنها تغير المجتمع للأفضل؟ أنا عندي الحل. ما راح أتكلم بنصايح من أي كتاب، رغم أن الكتب علمتني ووعتني وصحتني من اللي كنت فيه. بتكلم لكم كلام من القلب، من تجربة عشتها وعاشها بعض الناس اللي أعرفهم، الناس اللي كانت مدفونة ونائمة وصحت لنفسها فجأة من بعد ما عرفت إن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وإن كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. كنت بصغري أخاف من المجتمع، أخاف أبدي رأيي قدام أحد خوفا من السخرية والتحبيط. وكنت كل ما بديت فعلا في تطبيق فكرة نطولي جماعة شو تسوي، شو مفكر نفسك، وقف أحسن لك، أنت وين وهالأفكار وين. وفعلا كنت أسمع كلامهم ووقف وانهي الفكرة وقتلها قبل ما تنولد. ضيعت عمري كله وأنا أسمع كلام الناس السلبية اللي ما همها إلا تتكلم وتقتل كل فكرة بمجرد إنها ما تناسب أفكارهم، أو لأن تحقيقها ممكن يسبب لهم إحراج أو عدم إيمان بقدرات الآخرين. للأسف صحيت متأخر، صحيت بعد ما قضيت نص عمري وأنا أسمع كلام الناس، بعد ما ضيعت على عمري فرص كانت مفتوحة لي تقول لي تعال خذني بس اجتهد وواصل. لكن الحمد لله، المهم اني صحيت، مو مهم اللي ضاع، المهم اللي جاي. بديت أعرف اني لازم أتحرك، لازم أرمي كل شيء وراي واشتغل على كل شيء أنا مؤمن فيه وأحلم به. عرفت ان الإبداع مو محصور بناس معينة، عرفت ان الإصرار والعمل وبذل الجهد والخروج من منطقة الراحة راح يساعدني أوصل للي أبيه. شنو سويت؟ سويت مثل ما سوى غيري، غيرت البيئة اللي أنا فيها. لا تفهمني غلط، ما أقول لك اترك أهلك وأصدقائك اللي دايما يحبطونك ويقتلون إبداعك، صعب أنك تاخذ هالإجراء. لكن لما أقول لك غير بيتك أعني تعرف على ناس مبدعة، تفكر، تشجع، جالسهم وزاوج أفكارك بأفكارهم، استفيد منهم وخلهم هم بعد يستفيدون منك، اسمع منهم، خلهم يسمعون منك. في نفس الوقت قلل من احتكاكك بالناس المحبطة، خلك على علاقة طيبة معهم، بس لا تعير الكلامهم أي اهتمام. ركز على إبداعك وشوف شلون بينقلب حالك. شغلة ثانية، الإيمان بنفسك وبمشاريعك شيء مهم. حماسك للشيء اللي تبي توصل له راح يخليك توصل له غصب عنهم. ارفع راسك، طالع في نهاية النفق المظلم اللي انت فيه، راح تلاقي نور في النهاية. خل عندك إيمان انك تقدر توصل لهالنور وتطلع من الظلام اللي انت فيه. يوم اللي تؤمن في الشيء اللي قاعد تسويه
راح تتخطى كل المطبات والحفر اللي ممكن تقابلك في هالنفق. الفشل وما أدراك ما الفشل، ملح النجاح. يمكن البعض يستغرب لما يجي شخص ويمدح الفشل. أمدح لأني أعرف أن الفشل هو بداية الطريق للنجاح وأول خطواته، وماكو أحلى من نجاح يسبق محطات فشل. ساعتها تحس بطعم النجاح لما توصل وتتذكر أنك طحت مرة ومرتين وثلاث و10، لكن في كل مرة كنت تطيح تقوم وانت أقوى من قبل. تقوم وتتعلم أن الدنيا عبارة عن مجموعة طيحات وصدمات تصنع منك إنسان ثاني أقوى وأنضج. افشل وافشل وافشل، بالنهاية النجاح راح يكون حليفك. لا تقارن نفسك بأحد، قارن نفسك بنفسك. شنو كنت وين صرت اليوم وشنو بتصير بكرة. انت سفلت وعبد طريقك بنفسك. يوم اللي تتحدى نفسك مو تتحدى الآخرين، راح تلاقي نفسك فوق فوق فوق. عزم على التغيير، غير نفسك قبل لا تحاول تغير الناس، لأن يوم اللي تبدأ بنفسك وتبنيها صح راح تبني مجتمع مثلك، يعني راح تغير مجتمع كامل. تذكر أنت المسؤول الأول عن اللي يصير لك. أنت بإيدك بعد قدرة الله سبحانه وتعالى نجاحك، وأنت بإيدك تقتل نفسك وأنت تختار. لا ترمي فشلك على أحد، أنت تحمل المسؤولية وابدأ في التغيير بنية صادقة وشوف شلون راح تتغير. ولا تقول ببدأ من باكر، لا قوم الحين، ابدأ من هاللحظة وارسم حياتك الجاية وقول بسم الله. ويوم اللي توصل خبرني عن طعم النجاح وحلاوته. كان هالكلام من قلبي لكم، حبيتوا تسمعوه كان بها، ما حبيتوا تسمعوه لا تنشر الحلقة ولا تعطيها أي اهتمام. شكرا لكم أعزائي، كان معاكم أحمد قريش من برنامج صباحو. وإن حبيت توصلك حلقات صباحو ارسل كلمة اشتراك على الواتساب على الرقم التالي 055-105-3075. مع السلامة.